وحشتني جدا جدا من القصة اللي فاتت. ايه وش السعد؟ ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني بكومنتاتكم الجميلة. يلا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يلا يا حلوين نعمل لايك للفيديو ونوصل ل 10000 لايك. واللي مش مشترك في قناتنا مستني ايه؟ هيفوتك حاجات كتير قوي. يلا اشترك علشان نبدأ القصة ونقول بسم الله. في اسكندرية وتحديدا في بيت ميرا، بنوتة في سن 27 سنة، كانت قاعدة في البراندة وبصة للبحر وسرحانة مع مذكراتها اللي بتدون فيها أيامها وأحلامها. ومامتها بحب: تعالي يلا نفطر يا حبيبتي عشان عندك شغل. وميرا بابتسامة: حاضر يا ماما، اسبقيني انتي. وحركت مامتها راسها ومشيت. أما ميرا فاتنهدت وقفلت مذكراتها وقامت تفطر مع مامتها. والأم بتوتر: كنت عايزة أقولك على حاجة يا أميرة. وميرا بهدوء: خير يا ماما قولي. ومامتها بتنهيدة: جدك طالب يشوفنا. وميرا بغضب: وهو ما جيش ليه يشوفنا؟ ما انت عارفة ان هو كبير في السن والسفر تقيل عليه. وميرا بسخرية: وعمامي احوالهم ايه؟ ومامتها بحزن: افهميني يا بنتي، مهما كان دول اهلك ولازم ترجعي وسطيهم. انا مش زي مالك وعاوزة قلبي يطمن عليكي. وميرا بجمود: انا عارفة اكون مسؤولة عن نفسي كويس، مش محتاجة حد يطمن عليا، وكلام في الموضوع ده يتقفل. ومامتها بدموع: طول عمرك قلبك قاسي وحجر، مش عارفة لمين. ده لا انا ولا ابوكي كنا كده، اهو اللي حصل. يلا سلام عندي شغل. ومامتها سكتت بحزن. وميرا خدت شنطتها وخرجت وهي متعصبة. وفي الصعيد وتحديدا في سرايا المنشاوي والجد اسمعوني كلكم، كمان يومين وبنت محمد ولد الله يرحمه هترجع هنا تعيش في وسطينا، وهتكون زيها زيكم بالظبط، واللي هيفكر بس يزعلها بكلمة أو ببصة مش هيقف لها غير، فاهمين؟ وابن الكبير قال: بعد العمر ده يا بوي هتجيب واحدة تربية بندر تعيش وسطينا وسط بناتنا؟ والله أعلم أخلاقها إيه ومتفتحة لأي درجة. والجد بغضب: احترم نفسك يا عاصم، دي تبقى حفيدتي، واللي يغلط فيها يغلط فيانا، وأنا عارف تربية ولدي كويس. ولدك اللي عصانا وساب السرايا وأهله ومشي. والجد بسخرية: ولدي راجل مرضاش لمرته الإهانة، كرامة الراجل من كرامة مرته، ونسوانكم الغبر حطوها في راسهم عشان كانت جميلة من بنات البندر، بس تقول ايه متجوزين عقارب. وهند زوجة عاصم بغل: ولا ما هو كده يا حاج، ليه سبته الوقت ده كله؟ ما فكرتش تقول له يرجع؟ والجد بتنهيدة: غلطة عمري اللي مش هسامح نفسي عليها، كنت عاوزه يجي ويستأذني لكن مشي، ما بصش لحد ومن حقه، ما انا شفت اللي بيحصل لمرته وما اتكلمتش، هيستنى مني ايه؟ بس ساعتها كنت فاكر انها بنت بندر وشايفة نفسها عليكم، معرفش ان العقارب الحقيقية هم بناتنا. وهند بغيظ: عن اذنكم انا طالعه. وقامت مشيت. اسمع يا نايل، انت هتروح بنفسك وتجيب بنت عمك وامها، تجيبها لو غصب عنها. ونايل بهدوء: تمام يا جدي، انا عرفت انها دكتورة جراحة. والجد بابتسامة: ايوه وناجحة جدا في شغلها، انا متابعها من يوم اتولدت. جميلة جميلة كيف القمر، وشخصيتها مش هوينة وصالبة. ونائل بابتسامة: ده انت عايش معاها يا جدي. والجد بتنهيدة: امال يا ولدي دي حفيدتي، ان شاء الله ترجع يا جدي وسطينا وتشبع منها وتعوضها فقدان عمي يا رب يا ولدي. وفي المستشفى كانت ميرا في غرفة العمليات، وبعد وقت طويل خرجت وهي حاسة بتعب. خدي اشربي، العملية دي كانت تقيلة ومش سهلة. وميرا حركت راسها وشربت، وبعدها فضلت ساكتة. وسلمى باستغراب: مالك يا ميرا، شكلك متضايقة وفيكي حاجة. وميرا بجمود: مفيش، تعبت شوية. متأكدة ولا في حاجة مخبياها؟ وميرا بتنهيدة: جدي طلب ان هو يشوفنا، وانت عارفة لما بسمع السيرة دي بيحصل لي ايه. وسلمى بتفهم: طيب طالب يشوفكوا ليه؟ واشمعنى بعد السنين دي؟ وميرا بضيق: سألت نفس السؤال، اشمعنى بعد السنين دي عاوز يشوفنا؟ وايه الغرض؟ بس ما وصلتش لأي حاجة. جايز عشان والدك الله يرحمه راح، هما مش بيسيبوا بناتهم بعيد عنهم. وميرا بغضب: بابا راح بقاله كام سنة، اشمعنى بعد ما راح فضل يزنوا علينا ان احنا نرجع؟ بس ورحمة بابا اللي راح من زعله ووجعوا منهم ما حسبهم يتهنوا. انتي مش شكلهم يا ميرا، وربك قادر يجيب حقك وحق مامتك وباباكي، بس كل حاجة بتترد في وقتها، فبلاش تبقي حد وحش عشان الناس ما تستاهلش، وسيبي كل حاجة لربنا. وميرا بجمود شردت في كلام سلمى: وعندي نائب في المزرعة واللي كان دايما بيحب يقعد مع نفسه، وكان انطوائي لأبعد الحدود، وكان أقرب حد ليه ابن عم واصل. أنا كنت خابر زين إن حلاقيك هنا من يوم ما كنت بتعشق الوحدة، مفيش مرة شفتك بتروح فرح ولا بتحضر أي مناسبة. الوحدة ما يكون فيها راحة أحسن من اللمة اللي فيها وجع قلب. الدنيا ما خربتش يا واد عمي، أنت مش أول واحد يحصل معاه اللي حصل. أنا عايزك تفوق، أنت دلوقتي عندك 30 سنة، حاول تفوق،
بس اقرب ناس ليا هم اكتر ناس اذوني. ما كنتش خابر ان عمي ومرته هيعملوا فيا كده ويقولوا عليا مدمن، انت خابر زين انا اخر كوبايه شاي. واصل كان مركز على نائل كأن اول مره يشوف. مالك عمال بتبحلك فيا كأن اول مره تشوفني، انت مين؟ ونائل بتعجب، تقصد ايه يعني؟ انا مين؟ مالك يا واصل؟ انت جرف عقلك حاجه ولا ايه؟ مش قصدي يا واد عمي، يعني انت نايل اللي بتحب تقعد مع نفسك، ولا نايل بتاع زمان اللي كانت كل حياتها بهجه وفرحه، ولا نايل اللي كان فرحان ببنت عمه ميرا وفرح اكتر لما عرف انها جايه؟ تصدقني لو قلت لك ان انا مش انا؟ بس كل اللي اعرفه انه انا مش الشخص اللي تمنيته، والله مش انا. بس ما انكرش اني فرحانه ان ميرا جايه، وما تسالش ليه، صدقني مش عارف ولا هتلاقي عندي اجابه. وليه عملت في نفسك كده؟ حسبتها غلط زي ما حسبت حاجات كتيره قوي قبل كده، وفي الاخر زي ما انت شايف مش عارف حتى فوق ولا عارف ارجع زي ما كنت. نفسك في ايه؟ نفسي ارجع بالزمن كام سنه بس اعيد حساباتي من الاول. نفسي ارجعني زي ما كنت، نفسي افتش جوايا يمكن الاقي انا بتاع زمان. اللي راح مش بيرجع، والسنين لو عدت انساها، انساها وخليك في اللي جاي. انا عارف اني عملت حاجات كتيرة في حياتي، بس انا ما نكرتش كل ده واعترفت بيه. مش كده وبس، لا انا عملت الغلط وكنت مقتنع اني غلطان. انك تعترف بغلطتك دي حاجة كويسة. انا زيك كده كنت فاكر انها حاجة كويسة، ما كنتش اعرف اني بكشف وعري نفسي قدام ناس انا كنت فاكرهم ستر وغطى علي. المفروض انك ما تزعلش وتفرح ان ربنا كشفهم ليك. يا ريت ما كنت اكتشفت ده، دول بالذات انا ما كنتش عايزه اتصدم ولا اتوجع فيهم، دول كانوا النور اللي بشوف بيه الدنيا. يا ريتني فضلت اعمى. دور على نفسك هتلقاها. انا كنت خلاص جربت اوصل، كان بيني وبين نفسي خطوه، يمكن اقل من خطوه. ما اعرفش ايه اللي وقعني في حفره الوهم، ومن ساعتها مش عارف اطلع منيها. مسيرك هتفوق. انا فقت، بس فقت على وجع قلبي. يا ريتني كنت عايش في وهم. وعندي ميرا الام بحب، جدك كلمني وكان جاي لابن عمك يجي عشان ياخدنا، اعمل حسابك عشان نقعد كام يوم. وميرا بجمود، وانتي قررتي مع نفسك اني خلاص رايحه هناك؟ والام بحزن، عشان خاطري اسمعي كلامي واللي عاوزاه بعدين اعمليه. وميرا بتنهيده ما هنش عليها الحزن والخوف اللي في عيون مامتها. تمام يا ماما، هاخد اجازه 10 ايام نروح فيهم واشوف عاوزين ايه واخرة الحوار دي ايه. ايوه يا بنتي، بس 10 ايام قليلين، انت ناسه ان احنا هناخد في الطريق يومين سفر. مفيش مشكله يا ماما، انا ممكن اقدم استقالتي عشان ارضي جدي وارضي عمامي. مش ده اللي انت عايزه تقوليه؟ ميرا انت عارفه ان مش قصدي، وبلاش تفهمي كلامي غلط. انا كل اللي بقوله يعني 10 ايام قليلين، كنت على الاقل خليهم شهر. هم 10 ايام يا ماما، ولو حصل حاجه ممكن امد اسبوع كمان، مش اكتر من كده. ومش هتاخر عن شغلي، وما تزعليش مني يا ماما، يعني اي حد لو كان من الشغل بتاعي مش هتاخر عنه. انا هدخل احضر الشنطه بتاعتنا عشان نمشي بدري. وفي اليوم التاني بيوصل نائل وبيتصل على مرات عمه. ايوه يا حبيبي انت وصلت؟ ونائل باحترام، ايوه يا خاله انا تحت، حضرتك جهزتي؟ يا حبيبي جهزت، دقيقه ونازلين. وقفلت معاه وبعدها نادت على ميرا، يلا يا بنتي ابن عمك تحت. وخرجت ميرا من اوضتها بدون كلمه ونزلوا هما الاتنين. وفي الوقت ده كان نائل قاعد في عربيته ومغمض عينيه، وبعد وقت حس بقربهم ففتح عيونه وفضل باصص لها بتوهان وهو مش مصدق نبات بالجمال ده. ونزل بسرعه وقرب منهم بابتسامه، كيفك يا مرات عمي؟ ومامة ميرا بحب، الحمد لله يا حبيبي ما شاء الله كبرت وبقيت زي القمر. ونائل بابتسامه، تسلميلي. وبعدها بص لميرا اللي كانت ماسكه فونها مش مدياله اي رياكشن، كيف الحال يا ميرا؟ وميرا بجمود، الحال ماشي، مش يلا بينا عشان نمشي. وحرك نائل راسه ومشيوا. وبيوصلوا السعيد بيكون في انتظارهم واصل بترحيب، الحمد لله على السلامه يا مرات عمي. الحمد لله على السلامه يا دكتوره ميرا. الله يسلمك يا حبيبي، بس انت تعرف منين ان ميرا دكتوره؟ انا عامل لها متابعه على الصفحه بتاعتها تقريبا، يعني متابع كل اخبارها. معلش بقى انا مش بعرف اخبي. وميرا بجمود، واضح. وفي الوقت ده خرج الجد، اهلا اهلا بالغالي يا بنت الغالي، الحمد لله على السلامه يا بنتي. الله يسلمك. واه، مش عايزه تيجي في حضن جدك للدرجه دي؟ زعلانه مني؟ ما تقولش كده يا حاج، دي في الاول وفي الاخر برضك بنت ولدك، هي بس عندها دور برد وخايفه لا تعديك. ومالها يا بنتي، مع اني خابر الموضوع وخابر انك شايله منها كتير،
ممكن اعرف حضرتك عايز مني ايه انا وماما؟ طيب مش تاخد نفسكم الاول وتطلع تستريحوا وتاكلوا لقمه وبعدين نتكلموا؟ ولا ايه يا مرات الغالي؟ نطلع نستريح فين؟ انا حجزت بالتليفون في فندق في المدينه قريب من هنا وحمد فيها انا وماما لغايه ما نمشي. والجد بغضب: كلام ايه ده اللي بتقولينه؟ تحجز الفندق وانا عايش على وش الدنيا؟ عايز الناس تقول ايش؟ حفيدة المنشاوي تسيب السرايا بتاعت جدها وتروح تسكن في فندق؟ ما انت سايبني بقالك سنين، ما جيتش انا على 10 ايام دول، مش كده ولا ايه؟ والجد بحزن: انا يا حاسس اللي بيكلمني ابوك الله يرحمه بنفس عزة نفسه، ما فرقتيش حاجة عني حتى فرقة يدك، صدق اللي قال اللي خلف ما ماتش. والام بحزن: اعذرها يا حاج، اللي شافته ميرا بعد ما ابوها راح مش قليل، هي كانت عايزة بس حد يسأل عليها تحس ان ليها اهل، فما تستناش منها دلوقتي اي حاجة غير الجمود والقهرة. ما كنتش خابرة انها هتفتح في الجرح القديم، كنت مفكر ان ايامها هتداوك الحاجة، ما كنتش اعرف ان العيلة لساها فيكي موجودة. قديم ايه اللي ممكن يتنسي؟ انسى منظر ابويا هو بيروح مني وانا مش عارفة اعمل اي حاجة؟ ولا انسى امي اللي شربت المر من بعدي عشان تربيني؟ ولا انسى نفسي والناس اللي بتيجي تعزيني ببابا، الناس انا معرفهاش؟ والام بصوت عالي: كفاية يا ميرا. والجد بحزن: سيبيها محاسن، خلها تقول كل حاجة. مش كفاية يا ماما؟ وانت لازم تعرفوا انكم اهل على الورق بس، لكن انا معرفكوش، معرفش اي حاجة عنكم. انا لولا عنوان بابا اللي في البطاقة ما كنتش اعرف انتوا مين اصلا. يا ميرا مش وقت الكلام ده يا حبيبتي، عشان خاطري انا، اسكتي عشان خاطري. وميرا بجمود: لا مش هسكت يا ماما، وبعد كل ده جاي فارد دراعاته، المفروض بقى ادخل في حضنك واقول لك وحشتني وحقك عليا وابوس ايدك وراسك واقول لك سامحني؟ مش كنت عايز كده؟ والقديم نعتبره صفحة واتقطعت. ايه سكت ليه؟ ما تتكلم. اول مرة في حياتي حد يوقفني عاجز عن الكلام. وميرا بهدوء: اظن مجيتنا هنا ورا سبب حضرتك عايز تقوله، فاتفضل عشان نمشي. وعمها عاصم بغضب: انت هتكسر كلام جدك ولا ايه؟ وميرا برود بصيت له: انت مين؟ وعاصم بصدمة: ايه انت ما افتكرتنيش؟ افتكرك على اساس ايه؟ عمك اخ ابوكي. اهلا. طيب الظاهر كده مفيش كلام يتقال، هنمشي احنا وهبعت لك اللوكيشن، لو حضراتكم عايزين تقولوا حاجة هتبقوا عارفين مكاننا. تعالي معايا هنتكلم لوحدينا. وبصيت له ببرود وحركت راسها ودخلت معاه. وفي الوقت ده الكل كان مصدوم من طريقتها. وفي المكتب الخاص بالجد كان قاعد قدامه ميرا مستنيه يقول اللي عنده. والجد بحزن: انا اسف يا بنتي، انا غلطة كبيرة ومش قادر اسامح نفسي عليها، صدقيني ما كنتش داري بكل اللي بيحصل، وكلهم اتفقوا على ابوكي وطلع وحش وما عرفتش الحقيقة غير من قريب. وميرا بسخرية: ولو ابنك زي ما انت بتقول كده وحش، ازاي تسمح انه يبعد عنك؟ ازاي يجيلك قلب وجبروت تفضل السنين دي كلها من غير ما تسأل عنه؟ انا على طول كنت معاكم وشايفكم، بس زعلت لما مشي وما سمعليش، وكل اللي همه كانت مرته وبنته، وما فكرش في ابوه ولا حالته من بعده. وميرا بغضب مكتوم: كل كلامك مش هيغفر لك عندي، ولا هينسيني حزن ابويا السنين اللي فاتت وكسرته منك ومن اخواته. احنا حذفناكم من حياتنا، فيا ريت انتوا كمان تحذفونا منها. طيب وحقك يا بنتي، انت ليك املاك وحق من ورا ابوكي، ما تبعديش انت كمان، كفايه بعضه اللي كسرني، انت هتعوضيني عنه شويه فبلاش، مش عشاني عشان ابوكي، خليني اعيش الباقي من عمري مرتاح. وميرا بدموع مكتومه: وانا ليه اريحك وانا ما شفتش راحه؟ ليه اريحك وانا قلبي لسه وايلة على فقدان ابويا؟ فهمني، اجيب انا راحه منين لنفسي قبل ما تطلبها مني؟ وبصيت له ميرا بحده، فقام بتعبه قرب منها وقبل ما يتكلم وقع على الارض. وميرا بصدمه فضلت بصاله وبعدها جريت عليه وبصوت عالي: ماما جيبي شنطتي بسرعه. والكل اتجمع على صوتها العالي واتصدموا لما شافوا الجد نايم على الارض ونائل بخوف: جدي. وقرب منه ومحاسن جابت شنطه ميرا، وميرا طلعت سمعتها وبعدها طلعت حقنه واديتها له واتنهدت براحه: شيلوه حطوه على السرير. وكتبت روشتة: واصل خد يجيبها بسرعه. وواصل اخدها ونائل شال جده وودى على اوضته، وميرا وراه ومسك عصام ايدها بغضب: انت عملتي ايه في ابويا يا بنت انتي؟
وميرا بهدوء سحبت ايدها بقوة. انا اسمي الدكتورة ميرا. ونهت كلامها ودخلت الأوضة وقفلت الباب في وش اللي واقفين. ونائل بقلق: جدي ماله يا ميرا؟ وميرا بهدوء: ما تقلقش، ضغط واطى مرة واحدة، هنعلق له محاليل وشوية وهيفوق. ونائل بخوف قرب منه ومسك ايديه، ولاحظت ميرا خوفه عليه لكن ما اهتمتش. وبعد شوية جه واصل وجاب اللي طلبته منه ميرا: اطلعي انت ارتاحي لان المشوار كان تقيل وانا هفضل جنبه. وميرا برفض: لا اطلع انت خدت المشوار مرتين ودلوقتي تعبان، انا هفضل جنبه عشان لو حصل اي جديد اكون موجودة. ونائل بتنهيدة: مش هقدر اسيبه. وبعد وقت المحلول خلص وميرا نامت مكانها، وقام نائل وغطاها وخرج بره الأوضة والكل كان مستني. وعاصم بلهفة: جدك أخباره إيه؟ ونائل بهدوء: ضغط واطي، وهو دلوقتي بقى كويس والصبح هيفوق وميرا جنبه. والكل اطمن ومشى على النوم. ومامة نائل بحب: روح ارتاحي يا حبيبي وانا هاخد خالتك محاسن لأوضتها. ماشي يا أمي. ومشى نائل وقربت مامة نائل من محاسن: أخبارك إيه يا محاسن؟ ومحاسن بطيبة: أنا كويسة يا سحر، أنت عاملة إيه؟ وسحر بحزن: الحال زي ما أنت شايفة، الكل في حزن وغل ومن التاني، ومن بعد ما أنت مشيت أنت وعم الله يرحمه، وص رايك في جمرة النار، حسبي الله في اللي كان السبب، ووجعنا كلنا في بعض. واتنهدت محاسن بحزن وهي عارفة إنها بتتكلم على هند. يلا ربنا يسامحها. أمال عم معتصم فين؟ معتصم سافر لشغل بقاله 3 أيام وكلها كم يوم وراجع. تعالي يلا يا حبيبتي عشان ترتاحي. وراحت معاها محاسن وصلتها لسحر أوضتها هي ومحمد اللي اتجوزوا فيها، وبهدوء: لو احتجتي أي حاجة أنا موجودة. تسلمي يا سحر. وسحر بابتسامة: أنا مبسوطة إن أختي رجعت، ربنا يديم جمعتنا ويجعلها تاني أحسن من الأول. ومحاسن بابتسامة: يا رب يا حبيبتي. يلا حسيبك أنا. ومشت سحر ودخلت محاسن أوضتها اللي كانت زي ما هي بنفس الديكور والدهنة، وعيطت بحزن وقربت من الفرشة وبصت في أنحاء الأوضة. افتكرت أول أيامها فيها وفضلت تعيط على كل اللي راح وحبيبها اللي فقدته. وعند الجد قلقت ميرا من نومها وصحيت، بصت حواليها واستغربت هي ازاي نامت. وبعدها لقت نفسها متغطية، فهمت ان نائل هو اللي غطاها. وقفت وقربت من جدها واتأكدت ان هو كويس وخرجت من الأوضة وراحت على الحديقة. شافت نائل قاعد شارد، قربت منه وبصوت هادي: انت لسه صاحي ليه؟ بصراحة معرفتش انام، تقدري تقولي كده قلقان على جدي شوية. ما تقلقش، ان شاء الله هيبقى كويس. ان شاء الله هيبقى كويس، خصوصا اللي مشرف على العلاج الدكتورة ميرا بنفسها. مبدئيا كده انا اسمي ميرا، وانا كمان مش بقولك يا استاذ، يبقى زي ما بيقولوا في الصعيد كده نخلي البساط احمدي، عشان انا ما ينفعش اكون استاذ. كفايه ان خسرت كل القضايا اللي مسكتها، حتى القضايا البسيطه خسرتها. في علم النفس بيقولوا ان الخساره هي البدايه لاي مكسب. المفروض ان انت تكون كملت مش استسلمت. انت دكتوره جراحه ولا علم نفس؟ الجراحه وعلم النفس حاجه واحده، وبعض العمليات ما ينفعش تتعامل من غير لما المريض يتأهل نفسيا. بلاش تقفل على نفسك، انت هتقدر تبدأ من الاول. ابعد عن اي حاجه ممكن تحبطك. في حاجات كتير موقفاني، ما لقيتش حد يشجعني، ما لقيتش حد يقول انا جنبك. وميرا بهدوء: انا هشجعك ومش هتلاقي احسن مني، المهم بقى انك ترفع راسي. انا موافق، بس هبدأ ازاي؟ انا عارفه انه معاك مكتب محاماه، انا بقى عايزاك ترجع تفتح المكتب ده تاني واعتبر نفسك لسه متخرج جديد. بس مفيش حد يعرفني، واللي كانوا يعرفوني ما عندهمش اي ثقه فيا. طيب ايه رايك بقى، انا عندي قضيه وانا واثقه فيك ومفيش حد هيمسك القضيه دي غيرك. قضيه ايه؟ انا كنت عامله رساله ماجستير، وللاسف بعد ما ناقشت الماجستير واخدت الماجستير بتقدير عام امتياز لقيت حد منزلها على موقع طبي باسمه. وانت بقى عايزاني اني اثبت ان الحاجه دي بتاعتك وان الرساله دي تخصك؟ بالظبط كده، هو ده اللي انا عايزاه. انا مش عارف انت جايبه الثقه فيا دي منين. انا لو مسكت القضيه بتاعتك مش بس هتخسريها، انت كمان ممكن يسحبوا منك رساله الماجستير، ما تبقيش دكتوره اصلا. تمام يا استاذ نائل، انا هاخد ماما وارجع البلد، هشوف بقى هناك محامي كويس هو اللي يمسك القضيه. يعني هو لما بقاش كده يبقى كده؟ طالما انت مش عايز تقف جنبي بنت عمك، خلي حد غريب بقى يقف جنبها. بعد اذنك بقى عشان لازم نسافر بكره. استني طيب، انا موافق، بس افتكر ان حذرتك وان انت ما سمعتش الكلام. وانت كمان افتكر ان انا وثقت فيك وانك قد الكلام. انا بكره يا سيدي هجيب لك كل حاجه تخص القضيه وتخص الرساله بتاعتي. وبتمشي ميرا وبترجع اوضتها
وهناك بتقابل مامتها وبتقولها على كل حاجة. معقولة يا بنتي القضية بتاعتك يا بنتي عايزة محامي كبير وشاطر، وانا اللي يعني عدى بظروف كتيرة من بعد اللي منها لله اللي عملته فيه، بعد ما كان شاطر وكل بيحكي ويتحكى عنا ساب كل ده وساب كل حاجة واعتزل الدنيا. انا عارفة اللي انتي بتقوليه ده كله يا ماما، بس صدقيني مفيش حد هيكسب القضية دي ولا هيمسكها غيره هو، سبحان مغير الأحوال. ده انت ما كنتيش بتثقي في أي حد وكذا مرة تأجلي موضوع الجلسة والمحامي ده. كنت بأجله عشان ما كنتش لاقيه محامي مناسب. أنا مش عايزة حد يمسك لي لمجرد إن هو ياخد فلوس، أنا عايزة حد يمسكها لمجرد إن هو مؤمن بيها وعارف إني بطالب بحقي. صدقيني يا ماما دي فرصة أرجع بيها نائل لشغله، وأنا متأكدة إن نائل هيكسب القضية. وأنا والله يا بنتي أتمنى ويبقى كده ضربتي عصفورين بحجر واحد. وفي اليوم التاني كانت ميرا موصلة لنائل كل حاجة تخص القضية وتخص رسالة الماجستير بتاعتها. وعند الجد دخلت ليلى عشان تشوف حالته، وجدها بهدوء تعالي جربي. وميرا بهدوء محتاج حاجة؟ وجدها بابتسامة فرحان إن حفيدتي كانت جنبي وقت تعبي. وميرا بجمود ده واجبي. والجد بحزن مش ناوية تسامحيني يا نور عيوني؟ صدقيني ما كنتش أعرف باللي حصل من ورا ظهري. وميرا بتنهيدة ربنا يسهل يا جدي، المهم كل كويس عشان ما ترجعش تتعب تاني. ومشيت ميرا وهي مش قادرة تسامحه، وقابلها واصل بابتسامة السرايا منورة بوجودك يا بنت عمي. ونائل من وراه وبنورك اخويا، وواصل بضحكة انت هتفضل كده طول عمرك واقف لي زي اللقمة في الزور. ونائل قرب منه بغيظ تقصد ايه؟ لا ما اقصدش، وفي حد جدك يلا سلام. وميرا ابتسمت ونائل بصلها باستغراب مالك تضحكي على ايه؟ عجبتني صاحبتكم، المهم عملت ايه؟ ونائل بهدوء الجلسة كمان يومين ان شاء الله خير. وميرا بابتسامة انا واثقة من كده ومتأكدة كمان ان انت هتكسبها. الثقة الغريبة دي. وميرا بهدوء الظاهر انك نسيت انت مين، ونسيت كمان ان انت شاطر ومن اشطر المحامين الموجودين في البلد، واسمك كان في كل مكان رغم صغر سنك. ونائل باستغراب انت عرفتي الكلام ده منين؟ انا هدوتي ما كانتش معاك وما نسيتكش انت ولا ولاد عمي، دايما كنت عارفة اخباركم وعرفت اللي حصل لك بسببهم، بس غلطتك انك اتنكست خليت كل حاجة تأثر فيك. ونائل بتنهيدة الموضوع كان صعب عليا وما قدرتش اتخيل ان بسبب الغل والكره يتهموني باني مدمن وكمان يرتبوا الادماني، ويا ريت حد يعرف باللي هم عملوه. مفيش غير جدي اللي صدقني وكان في ظهري، كل حاجه بتتردد في وقتها صدقني. ونائل حرك راسه وبعدها مشي، وعدى يومين وجه وقت الجلسه واللي قدر بيها نائل انه يكشف التزوير، وكان في التاريخ الميلادي في شهاده المزوره بيختلف عن التاريخ الهجري في نفس اليوم. وميرا بفرحه كسبتها يا نائل بجد انا مبسوطه بيك. ونائل بحب انت اللي وثقتي فيا ودي النتيجه. وفي الوقت ده جت زميله وقربت من نائل بفرحه نائل مش مصدقني شفتك ما شاء الله لسه قمر وجنتلمان زي ما انت. ونائل بهدوء تسلمي يا سهر انت عامله ايه؟ وسهر بابتسامه انا كويسه الحمد لله، انا سالت عليك كتير حتى رحت لك مكتبك قالوا لي انك قفلت واشتغلت في شركتكم. وميرا كانت واقفه ومتغاظه ومتضايقه منها. ونائل بهدوء ان شاء الله في اقرب وقت هفتحه تاني. وسهر بفرحة يا ريت لاني محتاجة اتدرب شوية في مكتبك لاني ناوية ان شاء الله افتح مكتب. وميرا بغيرة وجاي بعد السنين دي كلها عايزة تفتحي؟ وسهر باستغراب مين دي؟ ونائل ابتسم ومسك ايد ميرا وسحبها ليه ميرا خطيبتي وبنت عمي. وميرا اتصدمت منه لكن سهر زعلت وبهدوء اهلا يا ميرا طيب هستأذن. ونائل بهدوء مع السلامة. وميرا بإحراج انت ايه اللي قلته لها ده؟ ونائل بخبث قلت ايه؟ وميرا بضيق قلت اني خطيبتك. ونائل بابتسامة والغلط في اللي قلته اني مش خطيبتك. ونائل بحب ما كلها يومين وهتبقى خطيبتي وهنكتب الكتاب. وميرا بكسوف ومين بقى اللي قالك اني موافقة؟ قلبي قال لي كده. ورفعت ميرا عيونها ليه وابتسم وقرب منها وهمس بحب بحبك يا ميرا. وميرا بصدمة انت قلت ايه؟ ونايل ضحك ومسك ايديها تحت صدمتها ومشى. وبعد يومين طلبها من جدهم والجد كان فرحان وميرا وافقت وتم عقد القران. ولحد هنا تكون خلصت القصة وخلص دوري. استنوني في قصة جديدة وما تنسوش تعملوا لايكات كتير قوي.